السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم في موضوع بيمس قلوبنا زي ما تعودنا دايما بيبقى مشوارنا في الحياة بنعبر من الظلام إلى النور. وفي جسر المعرفة النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمسنا كلنا، بيمس جروحنا، بيمس جراحنا. الموضوع النهاردة هنتكلم عن الغربة. عارفين يعني ايه الغربة يا أصدقائي؟ الغربة مش انك تبقى بس غريب عن الوطن. الغربة مش دايما سفر ولا حدود ولا شنط ولا تأشيرة. الغربة احيانا بتكون في وسط الناس، وانت وسط الناس بتحس انك غريب، لا انت شبههم ولا هم شبهك. انت في وادي وهم في وادي، ماشي في وسطهم لكن حاسس انك لوحدك، ماشي في الطريق مش شايف حد لان محدش شايفك. وفي النهاية بتحس ان حتى الاشكال اللي انت عارفها والاشخاص اللي انت عارفهم كأن في بينك وبينهم حاجز ازاز، شايفهم لكن مش حاسسهم، شايفينك لكن مش حاسينك. هو ده موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة، الغربة. وزي ما قلت لكم ممكن تبقى سامع صوت من بعيد لكن حاسس انك تعرفه وتألفه ويلمس قلبك. وممكن تبقى ناس حواليك كتير بيكلموك لكن انت في وادي وهم في وادي، كأنك عايش في جزيرة لوحدك. الغربة لما تكون حواليك كبيرة بتبص جواك تلاقي فراغ، وفراغ واسع مش قادر تصلح الفراغ ده ولا تصغره. اللحظة دي هي اللي انت بتحس فيها انك مش في المكان الصح ولا مع الناس الصح. فدي بتبقى صحوة، صحوة انك تسمع الناس ومحدش سمعك، صحوة انك تلمس الحياة بس مش حاسسها، وتشوف نفسك في المراية وتقول مين الشخص ده كأنك ما تعرفوش، لانك الملامح اللي بره غير الملامح اللي جوه. شايف في المراية شخص لكن اللي جواك مش هو اللي في المراية. الغربة مش جغرافيا ولا مدن ولا بلاد ولا حدود. الغربة انك تبقى وانت في وسط كل الحاجات دي تحس انك مفتقد طعمها ومش حاسس بيها، حتى لو كانت قدامك كل اللي انت عايزه متاح، الا انك مش انت، مش حاسس انك انت. اصدقائي، ان شاء الله السلسلة دي هنتكلم فيها مع بعضنا ازاي نرجع الروح لبيتها. عودة الروح شيء مش سهل ابدا، لكن خطوة بخطوة هنعبر الحدود وهنكسر الحواجز اللي بيننا وبين الاشخاص اللي بنحبهم. ولان العودة هتكون حقيقية مش بس للمكان، لا، العودة للروح، العودة لنفسك الحقيقية. استنونا في السلسلة اللي احنا هنبدأ في نشرها من دلوقتي، وهي وجوه الغربة. وهنتكلم يا أصدقائي في الموضوع ده ازاي نعبر جسر الغربة في الوطن، ازاي انت بتبقى غريب وانت في وسط الوطن، وازاي بتحس انك غريب وانت بره الوطن، ايه الفرق. الغربة بينك وبين الناس هنتكلم فيها بالتفصيل ونشرحها. كمان الغربة في الحب، قلبك يبقى حاسس بنبض ودقة ومش لاقي حد يترجمها ولا يحسها. لكن عايزة اقول لك يا صديقي، كل دول كوم، وانك تبقى غريب عن نفسك كوم تاني. هي دي اعمق واصعب واشد واقصى انواع الغربة. واحنا عملنا السلسلة دي عشان نرجعك تاني لنفسك، عشان الغريب ما يبقاش غريب، الغريب يرجع قريب. خد يا صاحبي السلسلة ديت، وفي كل حلقة هتكون رحلة صغيرة كده ناخد فيها الأمور خطوة بخطوة لغاية ما نوصلك لبيتك الحقيقي لنفسك. خليك دايما قريب مننا عشان ما فيش روح تستحق تفضل تايهة، واحنا في أرواح تانية بتحبها وتتمنى لها إن هي ترجع لبيتها بالسلامة. طبعا يا صديقي مش عايزة أقول لك مرة تانية، الغربة مش سفر ولا طيران ولا حدود، لكن لحظة ما بيبقى صوتك جواك عالي بس محدش سمعه. لما بتبقى واقف في وسط الناس
وكأنك شفاف محدش شايفك. وما تحس انك اضعف نقطة فيك انك حساس وانك عايز تكون متشاف وعايز اللي حواليك يحسوا بيك، فبتضطر تلجأ للصمت، لان كده كده محدش شايفك ومحدش سمعك. الغربة لما تضحك وانت جواك بيبكي وتعبان. عايزة اقولك يا صديقي، لما تشتاق لنفسك وما تعرفش توصل لها، مش هيكون كل ده بعيد. مش كل اللي بعيد غريب، ومش كل القريب وطن. عايزة اقولك يا صديقي ان انت لما بتيجي تنام في سرير دافي بس قلوبنا باردة، بتحس بالغربة. اوقات بنملك الدنيا وما فيها وبرضه بنحس بالغربة. احيانا بنبقى بنقول كلام وجوانا حوار تاني، فبيبقى فيه ألم، ودي برضه نوع من انواع الغربة. وزي ما قلت لك يا صديقة، ما تحاولش تهرب من غربة لغربة ومن مسافة لمسافة وتبعد المسافة بينك وبين نفسك. لا، عايزين نقرب المسافة، عايزينها ترجع، عايزين نصغرها لغاية ما تلتصق الروح بالنفس وبالجسد ويبقوا كيان واحد، وتحصل الطاقة الإيجابية والكيمياء اللي تحصل ما بين الروح والنفس والجسد والعقل، كلهم يبقوا في بوتقة واحدة يشكلوك بيهم تقول أنا إنسان فيا كل النواقص وفيا كل الكمال. لكن طول ما أنا بعيد عن نفسي عمري ما أحس بالكمال مهما المحيط حاول يحسسني بيه. روحك دايما لما تتكلم نفسها تبقى تلاقي روح تانية تسمعها بنفس القوة. عقلك لما يتكلم عايز اللي حواليه يكون فاهم هو بيقول ايه ويترجمه لده لنبض وطريقة فيها تواصل، ما يبقوش ضالين يبقوا دالين. قلبك محتاج ان هو يحس باللي حواليه واللي حواليه يحسوا بيه، ما يبقاش جوانا نقص في الحب وفي الحنان. نفسك لما تتعب مش من الناس، من مجاملتها ليهم زيادة عن اللازم عشان ما يقولوش عليك قليل الذوق، ما بتقدرش، ما بتفهمش، ما بتعرفش تكون لبق، ما بتعرفش تكون اجتماعي. كلها حاجات بتألمنا، وشوية بشوية بتبص تلاقي نفسك غريب عن نفسك. واوعى تفكر ان انت لما تسكت وتبتدي تستعيد نفسك ان صمتك ده ضعف. الصمت احيانا بيبقى وطن للي ملوش وطن ينتمي ليه. لما يبقى كل حاجة غريبة عنك، عقلك غريب عنك، قلبك غريب عنك، نفسك غريبة عنك، روحك غريبة عنك، بتلاقي الصمت هو الملاذ اللي انت بتلجأ ليه. احنا في طريقنا ان شاء الله هنرجعك لنفسك. الرحلة الوحيدة يا صديقي اللي محتاج تتعب عشانها، وفي الاخر مهما تهت مسيرك هتلاقيها. لازم هتلاقيها لانها تخصك، ومش هينفع تروح لحد تاني لانها تملكها وتملكك. لكل روح تايهة، لكل قلب تعب، لكل شخص تعبته الغربة بين الناس وبين، أو الغربة بعيد عن الوطن والغربة بعيدة عن القلب. عايزة أقول لكم أنتم مش لوحدكم، أنتم هنا في المكان الصحيح. خليك معانا ومع بعض هنقدر نكسر الأحجار اللي حجزانا عن روحنا وبعدانا عن حقيقتنا. ومحتاجين ان احنا لما نكسر الجدار ده نرجع تاني نحتضن روحنا ونرجع لنفسنا، وترجع روحنا لبيتها الأساسي اللي هو بينتمي ليك انت يا إنسان. أتمنى إن شاء الله إن انتوا تتابعوني في السلسلة، وهتلاقوا فيها حاجات كتير هتعجبكم. أتمنى إن شاء الله ما تنسونيش بالدعم والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو لأي شخص حاسس إن هو غريب وهو قاعد وسطيكوا ومش عارف هو ايه اللي بيمر بيه. قول له لا، تعالى احنا جنبك واحنا معاك واحنا حاسين بيك، وهنبقى كلنا عبارة عن روح بترجع لوطنها الحقيقي، لنفسها ولجسدها ولشخصيتها الحقيقية بدون تكلف بدون تصنع. هتكون من النهاردة انت. حمد لله على السلامة في بيتك، حمد لله على السلامة لروحك. تعالوا مع بعض نكمل الرحلة، وأشوفكم إن شاء الله في السلسلة أول حلقة من حلقات الغربة.
أتمنى إن شاء الله نتقابل على خير، وهنعبر مع بعض من الظلمة للنور في جسر المعرفة. كانت معكم صديقة الضوء. سلام يا حبايبي.